البطولة هاد العام ملعوبة بين 5 ديال الفراقي اللي هما الوداد، الرجاء، الجيش الملكي، المغرب الفاسي ونهضة بركان. صعب توقع شكون غاديها في الاخر ديال العام، ولكن شخصيا كودادي كنطمئن شويه فاش كنشوف الماتش في الصدارة، حيت كتبان لي هي اقل فرقة خطورة في هاد الاندية وما عندهمش نفس طويل، يعني يقدروا يتعثروا في اي ماتش كما تعثروا مع الرجاء. نوعا ما خلاني شويه الجيش، النقاط اللي ضيعوا مؤخرا بسبب التركيز ديالهم على النهائي ديال العصبة، وغالبا الجيش مورا الماتش ديال سان داونز يا اما غتشد الريتم في البطوله ويبقاو يربحوا ماتش مورا ماتش، اما غيطيحوا بدنيا ويضيعوا النقاط حيت ما عندهمش شي دكه ديال البدلاء قويه، فرقه كدور ب 13 14 حتى 15 لاعب فقط. اما الرجاء اقل فريق خلعني في المنافسين ديال الوداد، حيت ببساطه عندهم مدرب ضعيف ما كيعرفش يربح الماتشات خصوصا ضد المنافسين. زيد عليها الخساره في الديربي غيكون عليها اثر سلبي في المحيط ديال الرجاء، وكنا عارفين التاثير ديال الديربي على المسار ديال الانديه ديال كازا سواء الوداد ولا الرجاء. واكثر فرقه خلعاني هي بركان اللي راجع للمنافسه بثبات، من مور ما تقصاو من العصبه فرقه ولات كتعرف تربح الماتشات وشاده في المنافسين، كيبانوا لي يشدوا الريتم ديال بصح وصعيب يزيدوا يضيعوا النقاط. وكنتوقع من هنا 4 حتى 5 ديال الجولات غيكونوا في الطوب 3 في الترتيب ديال البطوله. اما فرقتنا الوداد اخر 2 ماتشات ربحاتهم، ومن بين هاد 2 ماتشات كاين الديربي، يعني المعنويات شبه مرتفعه، ورغم كلشي كان فاقد الامل صعيب نقولوا راه قلعنا، حيت راه بكل امانه واخا ربحنا هاد 2 ماتشات الاخرين ولكن الاداء ديالنا راه ما كيبشرش بالخير، خصوصا في الديربي اللي اهم حاجه فيه كانت هي الرباح. نقدروا نقول الوداد مع بن شريفه كتعرف تربح، ولكن الجمهور صعيب يطالب من اللعابه في الظرفيه الحاليه الفوز بالاداء والنتيجه. اهم حاجه هي الوداد رجعت للمنافسه، باقي الماتشات صعاب وصعيب تحكم على الوداد واش قلعات ولا الماتشات الاخرين كانوا مجرد طفره